السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. قلت لكم هصور برضو لحمة وهنصور احنا بنطبخ بقى، بس برضو عملنا رقاق اهو، سالقين لحمة. بصوا الحبهان بقى والورق اللوري على الوش والبصل، بسم الله ما شاء الله اهو. عملنا رقاق وهنعمل فاصوليا بيضة بيحبوها هنا في البيت، زي اللوبيا كده، بيحبوا اللوبيا برضو، والفاصوليا البيضة دي بيحبوها هنا قوي اهو. حبيت بس اصور واوريكم احنا هنعمل اكل ايه النهارده، بس مش هكمل معاكم في المطبخ. انا حبيت بس هو ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله اهو، بسم الله ما شاء الله. اللحمه اهوت، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حبيت اوريكم الاكل النهارده برضو الجو حر، بس علقنا على الاكل وقلت ايه اصور بقى اوريكم هنعمل اكل ايه النهارده اهو. هنعمل لحمه، هنعمل برضو اهو الرقاق اهوت. اهم حاجه طول ايام العيد صينيه الرقاق دي اساسيه في البيت. ممكن تعمليها في اي وقت، مش لازم على الغدا، لا ممكن تعمليها بالليل على العشاء. هتفطري رقاق؟ ايوه هنفطر رقاق برضو اهوت. واللوبيا هي البيضه، ناس كتير بتحبها هنا، بيحبوها بصراحه في البيت. انا مش، لا انا احب الملوخيه. ممكن اعمل طبق ملوخيه ان ناكل، او بالكتير قوي هاخد شوربه وحته لحمه وشويه رز وخرطه رقاق اهو. ممكن اكل كده، لكن ماليش في الخضار بصراحه، ولا في الطبيخ ماليش فيها. مش عشان الجو حر، لا انا ماليش في الخضار ده. انا اهم حاجه عندي الشوربه، حته لحمه حته فرخه. الملوخيه الخضراء دي اساسي عندي، تلاقيها عندي في كل الفيديوهات على الاكل، حاجه اساسيه اهوت. حبيت اوريكم الغدا بتاع النهارده معانا بنعمل ايه. معلقين على الفاصوليا. الفاصوليا بتاخد وقت جامد يا جماعه في السليق اهو. وطي عليها وسيبيها اهو، هتعمل بقى تستوي براحتها خالص. تكون انت محضره لها. دينا دلوقتي هتحضر لها التسبيكه بتاعتها على طول. احنا قبل العيد عاملين مسبكين قوطه، مجهزين اكياس قوطه، يعني يا دوب الكيس يطلع على قد الطبخه على طول. فدينا ممكن هتعمل كده دلوقتي. بصوا موطيين عليها خالص ازاي اهو. فبقالي كتير زي ما انا قلت، الفيديو اللي انا منزلاه امبارح بقالي كتير قوي ما دخلتش المطبخ، ما صورناش حاجه بصراحه، ما احنا مش قادرين بسبب درجه الحراره. وبعدين اصلا انتوا عارفين ان التليفونات وانت بتصوري بتفصل من شديه الحراره، بتفصل مهما تكون وراكي الشفاط شغال، مروحه شغاله، لا مفيش حاجه عامله حاجه في الجو ده يا جماعه، غير ان النور بيقطع بقى. يعني سيبكم من ده كله، يعني النور لما يقطع معاكي ساعتين يعني ده بيخلص عليكي بقى. يعني النور لوحده بيخلص علينا، بس ايه بالراحه، يعني واحده واحده. هخلص عليكم واخلص عليكم، بس واحده واحده اهو. ساعتين لما بيقطع معانا النور بيبقى كتير قوي. يعني انا واقفه اهوت اعمل بس ال8 دقايق دولت في المطبخ وهخرج. الشفاط بيبقى شغال، في مروحه شغاله، بس برضو مش عامله حاجه خالص. عشان كده قليل قوي والله لما بنزل دلوقتي اي فيديو اهو. لان نسيت اصور كمان قبل ما نحط الحاجه على النار. يعني كنت عايزه اصور اللحمه قبل ما اعلق على كل الحاجات دي، اصور الحاجه بس كده قدامكم وخلاص. نسيت من الحر ده الواحد خلاص ما بقاش مستحمل اهو. انا بقول لكم مش من الحر بس، ولما النور بيقطع بقى بتزيد معانا. يعني اكيد مش انا لوحدي، اكيد انتوا كلكم عندكم برضو ان حته النور دي اما بيقطع ساعتين يعني
يعني يا ريت نص ساعة مثلي، هنستحمل النص ساعة دي؟ لا، ساعتين متصلين يا جماعة النور، فساعتين كتير قوي، يعني يخليك انت لو انت ايه فصلتي خلاص ما انتش قادرة. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. قلنا هنعمل فراخ، قالوا لا احنا واكلين فراخ لسه، عايزين ايه؟ عملوا لحمة. ماشي، اعملوا اللي انتوا عايزينه، ده موجود وده موجود اهو. فاعذرونا زي ما انا قلت في الفيديو اللي انا نزلته امبارح، مش انا لوحدي يعني، والله اصدقاء كتير قوي بخش على القناة عندهم فين وفين لما بلاقي فيديو هم منزلينه، برضو بسبب ان الجو حر ودرجة الحرارة العالية اللي احنا فيها دي، واحنا لسه بقول لك ما بدأناش في الصيف، يعني كل ده احنا لسه الصيف ما دخلش علينا، هيدخل ازاي وامتى مش عارفه، او هيحصل لنا ايه اكتر من اللي احنا فيه برضو مش عارفه اهو. انا واقفه بقى ايه بصب ميه، بس حبيت اوريكم الغدا بتاعنا النهارده هنتغدى ايه. لسه بقى الرز طبعا، لسه الرز، ممكن هنعمل طبق ملوخيه، لا اما ممكن اكل انا رز وشوربه وحته لحمه، حته رقاق اهو. اكل خفيف جدا، خفيف قوي. فاقول لكم ايه، كل فين وفين لما بنزل فيديو، زي ما بقول لكم مش انا لوحدي، بعض الاصدقاء معايا على اليوتيوب نفسي كده برضو، بسبب الحر محدش بيقدر يخش المطبخ يقف فترة طويلة. يعني ممكن اصور الحاجة كده اول ما قبل ما اعمل اي حاجة اصور لكم انا هعمل 1 2 3، بس غير كده لا مش هقدر اقف هسبك واقلي واحمر بصل وكل ده وانا بصور، لا صعبة قوي، هتبقى العملية صعبة جدا. بقول لكم ايه، كل سنة وانتم طيبين، النهاردة تاني يوم العيد، يتعاد علينا وعليكم بخير يا رب اهو. وتابعونا، هتلاقونا كل يوم فيديو جديد ان شاء الله في يوميات وفاء ودينا. تقولوا لي امتى بقى هتصوري فيديو تاني؟ اقول لكم برضو مش عارفه، انا بصور كده اللي انا هعمله قدامي كده، هصور انا هعمل 1 2 3 بس. صباح الخير يا نوني، وما تنسوش نوني بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين. اقول لكم ايه، استنونا هتلاقونا كل يوم فيديو جديد في يوميات وفاء ودين. اقول لكم ايه، سلام عليكم.